السلام عليكم. فيديو النهاردة وصفات متنوعة من البطاطا. هنعمل وصفات مختلفة من البطاطا، هنعملها بأشكال كده جديدة أو بطرق جديدة غير المعتادة، وهنشويها كمان بأكتر من طريقة. تابع بقى الفيديو للآخر، إن شاء الله يعجبك وتستفيدي منه وتجربي الوصفات وتقولي رأيك فيها. ما تنسيش كمان لايك للفيديو، اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد. اول فكرة معانا من افكار البطاطا النهاردة، واستخدمت كمية من البطاطا قطعتها لقطع صغيرة ورفعتها على النار مع شوية مية لحد ما استوت معانا وهرستها بالشكل ده. اهم حاجة يكون قوامها ناعم زي ما شايفين. كمية البطاطا اللي استخدمتها حوالي 2 من البطاطا كبار حجمهم كبير، ممكن تستخدمي 3 لو حجم البطاطا عندك صغير. وضفت البطاطا للتر من الحليب او كيلو وقلبتها زي ما شفنا. هستخدم بقى 2 باكت من الكريم كراميل الجاهز. هستخدم الكيسين البودر زي ما شايفين كده، واكياس الكراميل هسيب واحد والتاني هضيفه مع اللبن زي ما شفنا كده وقلبتهم كويس. هيخلي بقى طعم الكراميل حلو قوي، وكمان الكيس ده هيبقى كفايه. هحطه كده في ارضيه اي قالب عندنا او اي صينيه. رفعت بقى الخليط زي ما شفنا على النار مع التقليب لحد ما يبدا يغلي، هتلاقيه خلاص بدا يتقل قوامه. ناخده على طول بقى وهو سخن كده ونصبه في القالب. حبيت الاول كده اصفيه عشان طبعا انا البطاطا ما كنتش ضربها في الخلاط، يعني لو حابين تعملوا كده او تضيفوها زي ما هي كده، انا ما لقيتش فيه فرق كتير فضفت كل البطاطا من غير ما اصفيها. لو البطاطا كمان معاكي مش مهروسه كويس في الاول، تقدري تضربي كل الخليط ده في الخلاط وبعدين بقى تضيفيه في الحله وملي بقى باقي الخطوات. حطيتها بقى في التلاجة بعد ما بردت معانا شويه وسبتها لحد ما تجمد بالشكل ده. اول ما تخرجيها حاولي كده خرجيها كده من الاطراف بايدك او بسكينه، هتلاقيها اتقلبت معاكي بكل سهولة زي ما شايفين كده. شكلها ما شاء الله حلو جدا وطعمها كمان بجد الوصفة ناجحة جدا وحلوة قوي وكمان مغذية ومفيدة. البطاطا طبعا ليها فوائد كتير وقيمة غذائية، لو اولادك مش بيحبوها جربيها في الوصفة دي مش هتبان خالص وطعمها حلو قوي. لو بتحبوا طبعا الكريم كراميل هتعجبكم قوي الوصفة. زي ما شايفينها كده ناعمة من غير كمان ما نصفيها ولا حاجة، اهم حاجة بس ان البطاطا معاكي تكون مستوية كويس. وهرسنها كويس زي ما شفنا كده، ما شاء الله ناعمة وطعمها حلو جدا وكريمية. كيس الكراميل زي ما شفنا اللي احنا ضفناه كان كافي قوي، الباقي بقى او التاني ضيفيه كده جوه الوصفة هيخلي طعمها حلو قوي. كمان احنا ما ضفناش سكر، كفاية السكر الموجود في الكريم كراميل وكمان البطاطا. حابين بقى تزودوا كمية السكر زي ما تحبوا، ده حسب الرغبة. تحفة بجد طعمها حلو قوي، تقدروا كمان تعملوها في بولات صغيرة يعني زي ما تحبوا. تاني وصفة بقى معانا النهاردة، واستخدمت كمية من البطاطا قطعتها كده لشرايح. طبعا الاول بنبقى غسلينها كويس ومقشرينها وبنقطعها كده لمكعبات او اي تقطيعه يعني مش هتفرق. ضفتها بقى في حله وضفت عليها نص كوبايه او كوبايه من الميه وكوبايه كمان من اللبن. ضفت عليها كمان نص كوبايه من السكر، والسكر هنا بيكون حسب الرغبه، تقدري تزوديه او تقلليه. برفعها على النار، على نار كده الاول بتكون عاليه، بعدين بهدي عليها النار واغطيها لحد ما تستوي. بتضغطي عليها كده لما بتلاقيها ناشفه، لسه بتسيبيها كمان. لما بتستوي معاكي مجرد ما بتضغطي عليها بتتهرس معاكي بسهولة. زي ما شايفين كده هي خلاص استوت، مجرد ما بضغط عليها بتتهرس معانا بكل سهولة. نبدأ بقى نهرسها، وطبعا لما نسويها في اللبن بتفرق كتير عن المية، بس اللبن كمان بيديها طعم حلو ومميز، تقدري تستغني عنه لو حابة بس بيديها طعم حلو جدا. كده خلاص البطاطا جاهزة معانا، هرستها كلها بالشكل ده زي ما شفنا، استوت كويس واستهرست معانا بكل سهولة. هبدأ بقى اضيف لها في الاخر كيس كده من الفانيليا يديها طعم وريحة حلوة. البطاطا كمان في الوقت ده بيبقى طعمها حلو جدا. تقدري خلاص كده الوصفة بتكون جاهزة معانا، تقدري خلاص تقدميها في اطباق صغيرة وتكون كده الوصفة معاكي خلصت. او لو حابة بقى تكملي الوصفة زي ما هعمل زي ما تحبي، بدأت اضيفها كده في قالب بايركس او ممكن في طواجن او ممكن في اطباق صغيرة تكون بس بتدخل الفرن، عشان انا هدخلها الفرن. بساوي البطاطا بالشكل ده، بحط كده في نص القالب او نص الطاجن. البطاطا زي ما شايفينها ناعمة جدا لاننا طبعا سويناها كويس وهرسناها كويس. عملت معانا الكمية دي كلها ما شاء الله. عملت منها حوالي 3 طواجن، وكمان الطواجن الكبيرة دي او البايركس. هبدأ بقى اجهز تاني طبقة هضيفها على البطاطا. استخدمت لتر من الحليب او اللبن، هضيف عليه معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق وفانيليا عشان تخلي معانا المهلبية طعمها حلو. نبدأ بقى نحلي بالسكر، انا ضفت بس معلقتين كبار، تقدري تزوديه او تقلليه زي ما تحبي. بقلبها الاول على البارد بعدين برفعها على النار مع التقليب زي ما شايفين كده لحد ما تغلي ويبدأ يتقل قوامها. كده المهلبية معانا بتكون جاهزة، وعلى طول وهي سخنة نبدأ بقى نضيفها على الطواجن معانا. بتضيفي بقى طبقة كويسة زي ما شايفين كده. ممكن خلاص بقى الوصفة تقدميها بالشكل ده، تسيبيها بس لحد ما تبرد وتحطيها في التلاجة. دي كده فكرة. والفكرة التانية انك تدخليها الفرن زي ما هعمل، تاخد بس وش كده تحت الشواية. اخر حاجة بقى هضيف كده شوية من الكريم شانتيه
كان متبقي عندي تقدري تستبدليه بالقشطه او الزبده، تضيفيها كده على الوش شويه كمان من السكر البودر يديها لون حلو تحت الشوايه، وبس كده بدخلها تحت الشوايه تاخد معانا لون وبتخرج بالشكل ده. طبعا تتقدم سخنه او بارده زي ما تحبي، في الحالتين بتبقى طعمها حلو جدا. كده كانت لسه سخنه معانا طعمها بيبقى حلو قوي، بتكون كده جوسي وطريه زي ما شايفين كده. لو حباها بقى تكون قطع متماسكه تستني عليها لما تبرد. دي كده شكلها لما بردت معانا وحطيناها في التلاجة، بتبقى القطع معاكي متماسكه زي ما شايفين كده. شكلها تحفه جدا، طعمها كمان كان حلو قوي. تتقطع بقى معاكي قطع يعني زي ما تحبي بقى تقدميها. تالت فكره بقى معانا النهارده من وصفات البطاطا، جبت برضو كميه من البطاطا قطعتها وضفت عليها كوبايه من الميه وكوبايه من اللبن وشويه سكر، رفعتها على النار. لما بدأت تغلي هديت عليها النار وسبتها بقى لحد ما تستوي وتشرب بقى كل السوائل اللي فيها. في الاخر بقى هنقلبها كده بالمعلقه او الشوكه، هتتهرس معانا بسهوله. نهرسها كويس ونخليها ناعمه ونبدا بقى نحطها كده في الاطباق او الكاسات. في الوقت ده كمان ممكن تضيفي مع البطاطا اي نوع مكسرات عندك، جوز هند او زبيب يعني زي ما تحبي. وبعدين جبت لتر من الحليب، ضفت عليه معلقتين كبار من الكاسترد ومعلقتين كبار من النشا او الدقيق، كمان معلقتين كبار من السكر وفانيليا، وبدات اقلبهم الاول على البارد، بعدين رفعته على النار مع التقليب لحد ما يبدا يغلي ويتقل قوامه بالشكل ده. كده خلاص المهلبية معانا بتكون جاهزة. نبدأ بقى نصبها الطبقة التانية، نصبها كده على البطاطا ونسيبها بقى تبرد وتتقدم بالشكل ده. طعمها حلو جدا. طبقة البطاطا كمان لوحدها طعمها حلو لأننا ضايفين فيها سكر ولبن. الفكرة بقى اللي معانا بعد كده هنشوي فيها البطاطا بالطريقة العادية خالص، هتطلع معانا تحفة جدا. وهنستخدم كمان البطاطا يكون حجمها كبير، بغسلها طبعا كويس جدا وبعدين بقى بحطها كده في صينية او صاج. طبعا بنغسل البطاطا بننقعها اكتر من مرة في مية، وبعدين لما المية معانا تبقى نضيفة خالص كمان نغسلها كده بفرشة او سفنجة لحد ما تبقى معانا نضيفة بالشكل ده. ابدأ بقى ادخلها الفرن على الشبكة زي ما شايفين كده، من وقت للتاني بنقلبها لحد ما تستوي معانا وبتاخد كده لون حلو قوي. لو البطاطا كمان معاكي مسكرة بتعمل كده صوص زي كراميل كده، بقى مشوية ومتكرملة في نفس الوقت وطعمها حلو قوي من غير اضافة اي حاجة ولا مية ولا سكر. كمان بضيف لها شوية مية لو البطاطا عندي كمان كتير. وبكده شوينا البطاطا بالطريقة العادية بكل سهولة في الفرن، وزي ما شايفينها كده تحفة طرية مستوية حلوة جدا. تفتحيها بالشكل ده بتتقدم بالشكل ده كده، تاكليها بالمعلقة او كمان ممكن تضيفي مكسرات او قشطة، كمان تضيفي عليها صوص شوكولاتة او صوص كراميل، يعني افكار كتير للتقديم. والبطاطا كمان معاكي مسكرة بتقدميها كده من غير اي اضافات. ممكن كمان تعملي كده شوية مهلبية او كاستر وتحطيها كمان كده في نص البطاطا. الفكرة اللي معانا بعد كده هنشوي برضو البطاطا، بس هنشويها بطريقة تانية مش في الفرن. الوقت ده بقى بستخدم البطاطا اللي بيكون حجمها صغير مش كبير، بتكون رفيعة بالشكل ده عشان تاخد سوا اقل. شويها على عين البوتاجاز. جبت صينية وحطيت فيها ورق زبدة، حطيت فيها البطاطا بعد طبعا ما غسلناها كويس، حطيت عليها شوية سكر وشوية مية وهغطيها وارفعها على عين البوتاجاز. طبعا ههدي عليها النار خالص لحد ما تستوي. وقت للتاني طبعا بنقلبها عشان تستوي وتاخد لون حلو كده من الناحيتين. حابة كمان تخليها تاخد لون اكتر زي ما تحبي، سيبيها بقى اكتر كده على البوتاجاز وكمان لحد ما تكون صوص كده صوص الكراميل، او تقدميها بالشكل ده. ما اخدتش وقت في التسوية، استوت بسرعة معانا وكانت دايبة زي ما شايفين كده. افضل طبعا زي ما قلنا نستخدم البطاطا اللي يكون حجمها صغير لو مش هنشويها في الفرن، تستوي معاكي بسرعة قوي مش هتاخد وقت. ودي كانت وصفة البطاطا معانا. ندخل بقى على الوصفة معانا اللي بعد كده، هنشوي برضو فيها البطاطا. استخدمت برضو حجم صغير من البطاطا، بتستخدميها حجمها كبير او متوسط يعني زي ما تحبي. غسلتها برضو كويس وهستخدم بقى الكيس الحراري، التسوية فيه بتبقى حلوة قوي وكمان بتستوي بسرعة. حطيت فيه كمية البطاطا زي ما شايفين وبعدين هنقفله. ممكن كمان تضيفي معاها شوية سكر وكمان قرفة لو حابة، هتعمل معاكي كمان صوص كراميل. هجيب بقى صينيه وهحط فيها الكيس بالشكل ده وهعمل كده فيه فتحه بالشوكه او السكينه وهدخلها الفرن. هتستوي معانا في وقت طبعا اقل. في الاخر كده تفتحي الكيس وتحطيها تحت الشوايه تاخد معاكي لون حلو، كمان تسيبيها وقت اكتر هتلاقي اخدت لون معاكي وكمان نزلت صوص يعني زي ما تحبي. مجرد ما استوت خرجتها بالشكل ده وكانت تحفه جدا مستويه ودايبه كده. شوينا البطاطا باكتر من طريقه. اخر طريقه بقى معانا النهارده هنشويها كمان على عين البوتاجاز. استخدمت كميه من البطاطا غسلتها طبعا كويس الاول كويس جدا، وبعدين حطيتها كده في صينيه، ضفت عليها نص كوبايه من السكر وكمان هضيف نص كوبايه من الميه وهرفعها على النار. هغطيها الاول على نار عاليه، اول ما تبدا تغلي معانا بوطيها خالص على نار هاديه جدا. لما كمان تبدا تاخد معانا لون من تحت نبدا نقلبها على الوش التاني، وهنلاقي كمان الميه اللي احنا ضفناها مع السكر اتحولت معانا الكراميل بقى تحفه جدا. حتى لو استخدمتي كمان بطاطا مش مسكره هتبقى بالوصفه دي تحفه، تبقى مسكره جدا وجميله جدا وهتعجب قوي كل اولادك. مش هتاخد كمان وقت في التسويه، على طول هتلاقيها استوت معاكي بالشكل ده. اهم حاجه غطيها وسيبيها على نار هاديه وهتكون معاكي بالجمال ده. الصوص كمان ضيفيه كده على البطاطا بالشكل ده، طبعا تحفه طعمها حلو قوي سهله وسريعه وما اخدتش معانا وقت. كمان وقت في التسويه رغم ان البطاطا كمان كانت كبيره.
تحفة جدا، جربوها بنفس الطريقة. ودي كانت وصفاتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، اشتركوا كمان في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بأي فيديو جديد.